قصة النهاردة حساسة شوية، أي تعليقات مش في محلها هيتم مسحها هي وصاحبها. والقصة كما يلي: أنا عندي 20 سنة، كنت مخطوبة قبل كده سنة، وللأسف حصل بيني وبينه علاقة، وهو ما كانش هيسيبني بس كان عامل مشكلة واتحبس وأخد 3 سنين، وأهلي ضغطوا عليا عشان أسيبه وسبته، وقلت مش هفكر في موضوع الجواز ده. تقدم لي ناس كتير قوي ورفضت، بس أهلي فضلوا يسألوني في إيه بترفضي ليه، ومن كتر الزن قلت هوافق وأنا هتصرف وهسيبه بعد كده. بس ده ما حصلش، طلع انسان كويس جدا وطيب، وغصب عني حبيته واتعلقت بيه، وعمره ما طلب مني حاجه. بس خايفه هتجوزه ازاي وانا مش بنت؟ عندي صحاب كتير وعندي اخت، بس خايفه اتكلم مع حد ومش عارفه اعمل ايه. انا والله متقيه ربنا فيه وبصلي وقريبه من ربنا جدا، بس كانت غلطه ومش عارفه اصلحها ازاي ولا اعمل ايه. ممكن تساعديني؟ طبعا الموضوع ده حساس، وابداء الراي فيه لازم يكون بعقل وبتروي وبدون ادانه، وانا ما عليا ان انا قلت لها الرايين السائدين في الموضوع اللي زي ده. راي فيهم انا بفضله، والراي التاني في ناس اخرين بيفضلوه، فانا اديتها حلين تسمعهم، وقالت لي كمان اسمع اراء الناس، يمكن حد عنده راي مختلف او فكره مختلفه. انا الرايين اللي قلتهم ليها هما كالاتي: الاول، انه لو الشخص ده بتحبيه وبيحبك وشخص متفاهم وشخص كويس، يبقى الاعتراف ليه بالموضوع ده هيزيح عن قلبك وعن فكرك حاجات كتير، هيخليكي تبدأي حياتك على صفحة بيضة ما فيهاش حاجة مخبية عشان ما تتعبش قلبك وروحك. وهو لو إنسان متفهم ودماغه كويسة وأخلاقه كويسة هيتفهم، يمكن ياخد وقت لكن في الآخر هيتفهم. وده كان رأيي، لأن أنا بشوف التعايش مع أمر زي ده لناس كتير بيبقى صعب، لأنها تحس إنها حاجة مخبية حاجة زي كده وبدأ حياتها على كدبة. الحل التاني، ان لو الشخص ده دماغه مش متفتحه قوي، او العلاقه ما بينكم ما تسمحش ان تقولوا حاجه زي كده، والراي ده بيتبعه ناس كتير، وناس بتقول الستر هو اهم شيء في المواضيع اللي زي دي، وانها طالما فتحت صفحه جديده، بالعكس ناس كتير بتقول طالما انها فتحت صفحه جديده وقالت خلاص انها عايزه تعيش حياتها كويسه مع الشخص ده، والشخص ده كويس، يبقى تنسى كل اللي فات وتعيش الحياه الجايه، المهم انها تكون مخلصه له كامل الاخلاص في المستقبل. فدول الرايين اللي انا قلتهم ليها، وانا كنت بشجع الراي الاولاني، لكن طبعا ده ممكن يعمل لها مشكله لو الشخص مش متفاهم، ده ممكن يعملها مشكله كبيره. فانا ما اقدرش اقرر، هي الوحيده اللي تقدر تقرر الشخصيه اللي قدامها ينفع معاها حاجه زي كده ولا لا. وهي جاوبتني ان ده هيبقى صعب، فهي حابه تسمع ارائكم. هل عندكم افكار او اراء مختلفه تقدروا تساعدوها بيها؟ هي عايزه تكمل حياتها مع الشخص ده اللي هي بتحبه وبتحترمه، فهل حد فيكم عنده اراء تقدر تساعدها؟ وطبعا زي ما بقول لكم، اي اراء محترمه تساعدها مرحب بيها جدا، اما الاراء اللي هتعيب فيها او خارج السياق هتتمسح هي وصاحبها. والتنويه المعتاد: جميع القصص اللي بتجيلي لا يطلع عليها اي حد غيري، ولا يتم نشرها الا بموافقه صاحبها او طلبه هو شخصيا. وبالنهايه كانت معكم فيبي انور، سيناريستيه، ويومكم سعيد.